ايه ده؟ شم النسيم جاي يا ومن احسن لهوي. الناس اللي انتوا ممكن تجيبوا من عندها فسيخ زبده ورنجه زبده وكل اكل شم المجتمع يا النسيم جدعان دي. يبقى من عند ام رؤية. ده مش وتعالوا اقول فسيخ. لكم انا طلبت منها ايه. من اول الرنجه المبطرخه بالخرز لحد الفسيخ والسردين المملح والبساري. انا كنت بقيس الفسيخيه، بصوا دي عدت ايدي كمان بمراحل. ودي الرنجه المبطرخه، رنجه مخليه لوحه فنيه. لازم ندلع نفسنا بمناسبه شم النسيم، فحبيت اطلب منها رنجه سليمه ورنجه مخليه. فسيخ بالشط. شم النسيم فسيخ ورنج عند ام رؤية 100%. كان لازم هنا اعمل سندوتش فسيخ بالشطه من غير مبالغه. عايز تعيش صح لازم الاكله اللي عند الست دي. احسن حاجه عندها كل حاجه متغلفه صح. دخلت على اول حاجه وهي البساريه اللي إيه عامله ده؟ شبه إيه الزبده ده دي، مع ده؟ اكنكم بتاكلوا زبده شفت بالبساريه الصح. مع الفسيخ. دخلت على تاني حاجه كيلو الفسيخ. دي كانت الفسيخيه الجامبو من عند ام رؤية، الصراحه كانت متوصيه. عملت جنبيهم بقى شويه بطاطس محمره وجرجير بليمون وطحينه. دخلت على الفسيخيه المخليه والفسيخيه اللي مش مخليه، عملت منها سندوتش. وده كان سندوتش فسيخ من ما الفسيخ المخلي سندوتش بتاع ام فسيخ في رؤية. المجره. انا اقول لكم بمناسبه شم النسيم طلبت ايه من عند ام رؤية. دخلنا على اول حاجه وهي الرنجه المخليه، شكلها لوحه فنيه. ريحه الزفاره ما فيهاش ريحه اصلا. بصوا كده من المنظر هجمت الصراحه. وبما ان الرنجه مخليه فحبيت اغمزها لوحدها مع الطحينه. بيبقى محطوط عليها قرنين فلفل كده مولعين. طلبت كمان من عندها رنجه سليمه، حبيت كمان اوريها لكم من جوه بيبقى عامله ازاي. شكل البطاريخ عندها يا جماعه مش طبيعيه، غير مبالغه. دي احسن ست ممكن تطلبوا منها فسيخ ورنجه، انها حرفيا عظمه وجوده رهيبه. بما ان شم النسيم خلاص قرب، وانا عارف ان في ناس كتير هتحتار تطلب منين رنجه مخليه وفسيخ ده كان منظر السردين من جوه. هنا انا اكتشفت ان السردين طلع سردين احلى من الفسيخ. سردين عندها جريمه. لون السردين يا جماعه بيقول لكم تعالوا كلوني. ان ام رؤية حرفيا من الناس اللي حاجاتها بتبقى نظيفه ومتخلله كويس جدا. هو جمد قلبك وهجم على طول على اكل شم النسيم الصح. لان طلبت عندها فسيخ مخلي فعملت سندوتش فسيخ بالشط. يا لهوي. حتى اي حد ده إيه ده؟ يجربه. عدا طبعا الكبار. ده كان برطمان الفسيخ المخلي من عندها. لدرجه ان انا طلبت لهوي. اوردر كمان قيمة من بحق عندها. ولون المجتمع الفسيخ يا عندها جدعان. مش كبار طبيعي، فقط. غير انها بتحط فلفل مولع معاه للناس اللي بتعشق الشط. يعني تخيل انك تطلب من عندها كمان رنجه مخليه ورنجه سليمه، وكل رنجه فيهم مبطرخه. كل حاجه من دول متغلفه كويس يا جدا. جماعة اللي ده. بتعشق البساريه دي كانت حكايات مش حكايه كمان. السردين لحد الرنجه والفسيخ، للعلم انها بتوصل لاي مكان في القاهره والجيزه. كمان حبيت اسيب لكم الارقام بتاعتها للحجز وللتواصل. ام رؤية فسيخ طبيعي 100%، كأنك بتاكل عندك في البيت.